السيد مدير المدرسة المحترم، الأخوة والأخوات من الهيئة التعليمية، الضيوف الكرام، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلمتنا بخصوص أيام رأس السنة الميلادية. قال الإمام علي عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. طبعا احنا نظرائنا من الخلق، اخوتنا وشركائنا في الوطن، الاخوة اللون الجميل والشفاف في هذا البلد، الاخوة من الطائفة المسيحية، والتي تمر وتطل علينا في قادم الايام مناسبة الاعياد الخاصة بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. فجرت العادة من الاخوة المسيح في كل عام انهم يهنئون اخوتهم من المسلمين، وخصوصا في عيدي الفطر والاضحى المبارك. فنحن لا بد لنا من باب المقابله بالمثل ان نرد عليهم هذا الجميل ونهنئهم ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير، واخوه وشركاء في هذا الوطن العزيز. طبعا الكثير من الاخوه الطائفه المسيحيه المباركه الموجوده في هذا البلد كانوا حتى يؤجلون مراسم احتفالهم لأنها تناسب ذكرى عاشوراء، وأن أخوتنا المسلمين البعض منهم أو الكثير منهم شاركهم في هذا المناسبة واحتفل معهم، والبعض اعترض على هذا. ونحن نقول لهم: إحنا قدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله جار يهودي، كان كلما رأى النبي يشتمه ويطلق عليه عبارات نابية، بل وصل الأمر به إلى أن ضربه بالحجر. فلم يرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الرجل اليهودي لأيام، فسأل عنه فقالوا إنه مريض. ذهب نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله لعيادته وقدم له المساعدة. فهذه هي أخلاق الإسلام والمسلمين، فعلينا أن نقتدي برسولنا وأن نتعامل مع كل الأديان في هذا البلد مثل ما تعامل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وأكرر تهنئتي وأخوة الجميع بالمناسبة أخوتنا المسيح في هذه الأعياد مباركة، وأن يجعل أيامنا وسنتنا سنة 2023 أفضل من سابقتها، وأن يعم الأمن والأمان على هذا البلد العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ حيدر.